الحقيقة أنا باعتبر نفسي محظوظ إني أحد أعضاء مجلس إدارة نقابتي اللي أنا بافتخر إن أنا أحد أعضائها يعني. إن أنا موجود في هذا الوقت تحديدًا وفي هذه الدورة. آآ حضرتِك لا تتخيلي كم المجهود اللي بيُبذل لإخراج هذا المهرجان، في كل حاجة، في كل التفاصيل. في تفاصيل دايمًا ما تجيش على دماغ الناس أو المتفرج أو المشاهد، ما تجيش على دماغه. علشان تحققي 3 عروض يوميًا، يوميًا في أكتر من 4 مسارح، ده موضوع كبير مش صغير. علشان لجنة تحكيم تشوف العروض بهذه الأسماء الضخمة، ده مش حاجة قليلة. تنظيم المهرجان، النشرة بتاعة المهرجان، المكرمين في المهرجان، رئيسة شرف المهرجان، مجهود أنا سعيد بيه لأني باحب المسرح ولأني باحب خشبة المسرح جدًا، باعشقها. وكمان إحنا بنحاول نعمل نهضة مسرحية مع وزارة الثقافة، والحمد لله يعني إن إحنا بنلاقي الدعم ده إذا كان من الشركة المتحدة اللي ما ب لا يعني ما بتوفّرش أي مجهود في إنها تعمل لنا أكتر من اللي إحنا عايزينه، الداعمين الsponsors اللي موجودين. المهرجان ده من العيار التقيل، المهرجان ده الشركة المتحدة عاملة حاجة من أعظم ما يمكن، بتصوّر العروض. ما هي دي بتصوّر العروض بتتصوّر، ما دي كانت مشكلتنا طول الوقت، المسرحية تتعرض وتخلص واللي هييجي مش هيسمع عنها، مش هيعرف إنها كانت بتتقدّم. فشيء رائع وشيء عظيم، وأنا محظوظ إن أنا موجود في هذا التوقيت الحقيقي. إحنا معلش إحنا يمكن خارجين من كبوة بقى لها شوية. بنحاول نقف على الدولة بتحاول تقف على رجليها أصلًا. وأظن شايفين كل الإنجازات اللي بتحصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها في هذا البلد بصراحة. لأن هذا البلد يستاهل يعني. لازم اقتصاد هذا البلد يتصلح، لازم المشاريع الاستثمارات. مصر تستاهل، مصر بلد عظيمة وكبيرة. فيمكن علشان مرينا بحقبة كده كانت الدنيا فيها مش مظبطة، إنما المسرح محتاج اهتمام أكبر ومحتاج ميزانية أكبر ومحتاج ناس بتحبه قوي بجد، بتحبه قوي علشان يقف على رجليه تاني. ناس تبقى بتحب المسرح قوي فتديله. أنا ما قلتش بيقدم مسرح حاليا، بيقدم مسرح قطاع خاص مفيش غيره يعني. وده لا ينفي انه من فرسان المسرح المصري يعني محمد صبحي يعني. هذا الثقل الكبير يعني محمد صبحي. محمد صبحي من الفنانين المسرحيين اللي ليه علامة واضحة ومهمة في المسرح المصري طبعا يعني. ويحسب له انه ما زال بيقاتل ويقاوم عشان يقدم مسرح قطاع خاص. هو في مسرح قطاع خاص في مصر بس خلص. فيحسب لهذا الفارس انه ما زال يقاتل ليظل المسرح المصري موجود. انا ما قلتش انا نجم جيلي في المسرح، لا انا قلت انا اهم ممثلين جيلي في المسرح، اهم ممثلين جيلي. وحضرتك لو جيتي تحسبيها مثلا يعني هتلاقيني انا بقالي 20 سنه واقف على خشبه المسرح القومي، ما بنزلش من عليها من 2001 لغايه السنه من سنه ونص في انتظار بابا مع الاستاذ سمير العصفوري. لما تيجي تحسبيها هتلاقي كم العروض اللي اتقدمت اللي انا قدمتها. على فكره في CV كبير وعلى خشبه القومي، لان ده شرف لاي ممثل انه يقف على خشبه القومي. في CV على خشبه القومي. وليا الشرف ان كان في شغل بطولتي انا على خشبه المسرح القومي. فانا اهم جيلي طبعا يعني. ولا وانا مش بتفاخر يعني ولا بتباهي بقول كده، لا بمجهود وبعروض وبشغل وبانتاج يعني. انا بشتغل من وانا طفل صغير
على المسرح القومي. يعني انا وانا عندي 9 سنين 10 سنين اشتغلت مع الاستاذ نبيل الالفي على خشبه المسرح القومي، مسرحيه اسمها الاسكافيه العجيبه، كنت عامل دور. كان شفيق نور الدين الله يرحمه والاستاذ توفيق الدين، وكان اول بطوله لمدام فردوس عبد الحميد. اشتغلت مع الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني ليلى والمجنون، الاستاذ صلاح عبد الصبور. اشتغلت مع الاستاذ كرم مطاوع اليهودي التائه. اشتغلت مع الاستاذ احمد عبد الحليم لير بلقيس حلم بكره. اشتغلت مع الاستاذ سمير العصفوري في انتظار بابا، واشتغلت معاه قبل كده. استاذ جلالي الشرقاوي اشتغلت معاه. بالسي في انا اهم جيلي فعلا يعني. انا مش قصدي والله يعني، مش بقولها بتباهي ولا بتعالي اطلاقا، لا لا لا. ما انا بصي، انا ممكن اقول ان انا اهم جيلي في المسرح من خلال احصائيه، من خلال جوائز، من خلال تكريمات للمسرح. يعني انا في 2007 واخد احسن ممثل مسرح في مصر استفتاء جماهير ونقاد في 2007 في الملك لير. فلما تيجي تشوفي كم العروض اللي انا عملتها حتى الان. انا كنت طالب في المعهد في سنه ثالثه، وقالوا لنا هاتوا المسرحيه بتاعت صلاح عبد الصبور ليلى والمجنون عشان نعمل منها مشاهد، وانا طالب في الاكاديميه. تفتحي ورا، قدمت هذه المسرحيه سنه 72، الممثلين الطفل احمد سلامه، وانا طالب في المعهد. فازاي ما بقاش اهم جيلي في المسرح؟ يعني امال ايه؟ امال ايه؟ طيب امال مين؟ طيب يعني بجد فعلا يعني انا عامل اكتر من 4-5 بطولات على خشبة المسرح، منهم على القومي لوحده 3 بطولات. بطولتي يعني عرض بطولتي يعيش اهل بلدي، في انتظار بابا، بلقيس مع الفنانه الجميله رغده، اخراج الاستاذ احمد عبد الحليم. ف ناهيكي بقى عن يعني حتى العرض اللي انا خدت فيه احسن ممثل ما كانش بطولتي، كان بطولة الدكتور يحيى الفخراني، وخدت فيه احسن ممثل استفتاء جماهير ونقاد. الطليعه اشتغلت، ما فيش مسرح في مصر انا ما وقفتش عليه لغايه المحكة في القلعه، الجمهوريه، ميامي، الطليعه، القومي، العايم. مفيش مسرح في مصر انا ما وقفتش عليه. مفيش مسرح بره مصر اصلا ما وقفتش عليه. مسرح الملك محمد السادس في المغرب. يعني اقول لك احصائيات يعني يعني مش عايز بس لا. انا ليه بقول لك كل ده؟ لان ما يبانش ان انا بتباهى او بتفخر بده، انما لا، ما يعني لا، في ممثلين برضو من جيلي يعني كبار يعني وتقال، انما كمسرح لا، انا اهم جيلي طبعا مش عارف، ما عنديش تعليق يعني. البحث عن الشهرة، الحفاظ على الجمهور، بحث عن المال، بكل صراحة بتشوف ايه سبب التوجه ليها بكثرة؟ كل اللي حضرتك بتقوليه، والله كل اللي حضرتك بتقوليه، البحث عن الشهرة، البحث عن المال. يعني بصي، انا دايما بنصح الشباب اللي خارجين معهد واللي لسه طالعين، يعني اقول لهم لو انتوا داخلين الشغلانة دي تمثيل عشان الشهرة او عشان الفلوس، شوفوا لكم شغلانة تانية. لكن لو انتوا داخلين الشغلانة دي عشان بتحبوها، هيجي لكم الشهرة وهتجي لكم الفلوس، بس لازم تبقي بتحبي اللي انت بتعمليه. ما هو ازاي هتنجحي وانت بتعملي حاجة ما بتحبيهاش؟ هتنجحي ازاي؟ بالصدفة يعني؟ حسب اللي هتقدمه. ما هو في ناس على التيك توك على فكرة بيطلعوا يقولوا محاضرات، يدوا كورسات، يقولوا حاجة تفيد الناس يعني. انما النوع التاني من التيك توك لا طبعا مش موافق. يعني انا لا بوافق على الابتذال ولا على يعني انك تمتهني كرامتك، يعني لا طبعا، لا 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 لا, لا خالص خالص خالص. واساسا احنا عايشين في اسوأ العصور اللي فيها الموبايل. احنا الموبايل يا جماعه، الموبايل ده بوظ الدنيا، فسخ العلاقات، خلى الناس مش قريبه، بعدنا عن بعض، ما بقيناش نحس ببعض، بقينا نعزي برساله ونقول مبروك برساله، بقينا في المصايب نقول له قلبي عندك، بقينا نخش كافيه نشوف 6 اصحاب قاعدين كل واحد ساكت وماسك الموبايل. طب اتقابلتوا ليه؟